بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الهادي، استاذ مكون في مركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين الفرع الاقليمي بتزنيت، ومكون في برنامج جيني، برنامج وطني لتعليم التكنولوجيا المعلومات والاتصال. نحن الان بصدد اليوم الاخير من 4 ايام اللي استفدوا فيها في المجموعه الاولى مجموعه من المفتشين، مجموعه من المراقبين التربويين ديال الابتدائي وديال الاعدادي وديال الثانوي وديال التخطيط ديال التوجيه حول موضوع الموارد الرقميه، يعني ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومه التعليميه من خلال ما يسمى الموارد الرقميه لو خصوص نيميريك. وزاره التربيه الوطنيه سبق لها انها اقتنت واحد المجموعه كبيره من هذه الموارد الرقميه، وهذا التكوين هذا وهذه الايام هذه تهدف الى ان هذه الموارد الرقميه تستعمل داخل الاقسام. اذا الساده المفتشين هما اللي غادي ياخذوا على العاتق ديالهم هذا العمل هذا باش يمروه للاساتذه، والاساتذه غادي يدمجوا هذه الموارد الرقميه في الممارسه الصفيه ديالهم. اليومين الاخيرين الان نحن بصدد ce qu'on appelle les APAR, les ateliers de partage, de régulation et d'approfondissement، ورشة التصويب والتعميق اللي كتديرها ايضا مديريه الجيني مع مجموعه من الاساتذه من مختلف الاسلاك الابتدائي الاعدادي الثانوي اللي كيشاركوا معنا بمجموعه الاعمال ديالهم هما في اطار دائما ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومه التعليميه. عندنا واحد عدد التجارب اللي هي قيمه اللي شفناها هذا الصباح هذا، وكنطلبوا ان هذه التجارب هذه تعمم على الزملاء الاخرين سواء على مستوى الجهه، على مستوى النيابه وعلى مستوى الجهه وحتى على المستوى الوطني.